أهلا بكم متابعي قناة ملوك الحمام. اليوم سوف نتكلم على موضوع مهم جدا. لماذا أنثى الحمام تتوقف عن وضع البيض أو يضعف إنتاج البيض عند أنثى الحمام؟ سوف نتكلم على أهم النقاط، ويجب التركيز ومتابعة الفيديو للنهاية حتى يستفيد الجميع. أول نقطة هي اختيار طيور لم تصل إلى سن البلوغ، يعني أنثى لم تصل إلى سن البلوغ، ونلاحظ أن الذكر يلقح الأنثى بشكل طبيعي ولكن الأنثى لا تبيض. في هذه الحالة يجب اختيار طيور في سن البلوغ حتى تتزاوج وتنتج، لأن الطيور التي لم تصل إلى سن البلوغ وخاصة الأنثى نلاحظ أن الذكر يلقحها بشكل طبيعي، وفي الأخير الأنثى لا تبيض. فهذه النقطة مهمة جدا، هي اختيار الطيور بسن التزاوج. والنقطة الثانية يجب اختيار زوج من ذكر وأنثى، لأن الكثير من مربي الطيور وخاصة المبتدئين يختار زوج ويربيهم لفترة ويلاحظ أن الذكر يلقح الثاني، وفي الأخير يطلع ذكر وذكر. فيجب التركيز على هذه النقطة، اختيار زوج يكون من ذكر وأنثى. وأي شخص غير خبير في طيور الحمام يجب أن يستشير شخص خبير، الأفضل طبعا. النقطة الثالثة وهي دخول الحمام في مرحلة القلش، تبديل الريش أو تغيير الريش. في هذه المرحلة تكون الطيور خاملة لا تتزاوج ولا تنتج، ويلاحظ الكثير من المربين أن الأنثى كانت تضع البيض وفجأة تتوقف عن وضع البيض. فيجب التأكد أن الطيور دخلت في مرحلة القلش، تبديل الريش. ففي هذه المرحلة يجب أن ترتاح الطيور من تزاوج الإنتاج لفترة، لأن هذه الفترة تعتبر فترة متعبة عند الطيور بشكل عام. وفي هذه الفترة نلاحظ أن الذكر لا يلقح الأنثى، وأن الأنثى حتى لو لقح الذكر أنثى أن الأنثى لا تضع البيض، وحتى لو وضعت البيض يكون البيض قليل أو ضعيف أو فاسد. فخلال مرحلة تبديل الريش يجب أن يتوقف المربي من الإنتاج، يعني يمنع الحمام من التزاوج، يزيل العش عن الحمام. فالأنثى لا تسمح للذكر بالتزاوج لأنه لا يوجد أي عش عند الأنثى، فالأنثى لا تسمح للذكر أن يلقحها. وأيضا يوجد نقطة مهمة، إذا كانت الأنثى سمينة، إذا لاحظنا أن الأنثى متينة يكون عندها تشحيم، والتشحيم يمنع الأنثى من وضع البيض. فضروري جدا أن نلاحظ الأنثى إذا كانت سمينة، وممكن أن نمسك الأنثى ونلاحظ أسفل البطن. إذا كان يوجد انتفاخ في أسفل البطن فالأنثى عندها تشحيم، وهذا التشحيم من أهم الأسباب الذي يمنع الأنثى من وضع البيض. فيجب التركيز على هذه النقطة. وإذا لاحظنا الأنثى لا تبيض وأن الذكر يلقح الأنثى بشكل مستمر، ونلاحظ أن الأنثى لا تبيض، هذا يعني أن عندها تشحيم. طبعا كيف نعرف أن عندها تشحيم؟ نمسك الأنثى ونفحص أسفل البطن. إذا لاحظنا أنه في انتفاخ لون أصفر في أسفل البطن يعني أن الأنثى عندها تشحيم. فيجب معالجة هذا التشحيم، وعلاج هذا التشحيم طبعا هو عدم وضع الأكل الذي يحتوي على دهون، والأكل الذي يحتوي على البروتينات الزيادة. وأيضا نضع خل التفاح، وممكن أن نخلي الحمامة تطير لمسافات أو لفترات طويلة حتى يعني يروح هذا التشحيم من البطن. وأيضا يوجد نقطة مهمة، هو خوف الطيور. إذا كانت الطيور في مكان مخيف، يعني يوجد شيء يخيف الطيور، فنلاحظ أن الأنثى لا تبيض ولا تسمح للذكر بالتزاوج. وفي هذه الحالة يجب أن نركز على هذه النقطة. ما هو السبب الذي يجعل الطيور تخاف؟ مثلا نضع الطيور في مكان مزعج، يعني يكون في إزعاج،
أو يكون المربي يدخل ويخرج بكثرة عند الطيور، فنلاحظ أن الطيور تخاف، وخاصة بعض الطيور تخاف جدا، وخاصة الإناث. الطيور التي تخاف لا تتزاوج ولا تنتج ولا تبيض أبدا، فيجب أن نضع الطيور في مكان آمن ومكان يعني غير مخيف. وأيضا يوجد نقطة مهمة هي الطيور المريضة. إذا كانت الطيور مريضة فمن المستحيل أن تبيض أبدا. يجب أن نتابع الطيور ونعرف إذا كانت الطيور مريضة أو بصحة جيدة. مثلا نمسك الطير ونلاحظ صدر الطير إذا كان بارز، فنعرف أن الطيور عندها سوء تغذية. سوء التغذية يسبب أو التسييف ما يسمى بالتسييف، يجعل الطيور لا تبيض أبدا ولا تنتج، ويهلك صحتها بسبب سوء التغذية. فالتغذية مهمة جدا، والتركيز على المرض يعني إذا كانت الطيور مريضة مثلا عندها زكام، أو كانت كما ذكرنا في مرحلة تبديل الريش، أو مثلا طيور الحمام يكون عندها مثلا ديدان، فهذه الأمراض تمنع التزاوج، وأيضا تمنع الإنتاج وتمنع وضع البيض. مثلا الطيور التي يكون عندها زكام نلاحظ نزول في الأنف، والطيور التي يكون مثلا عندها التهاب في الحلق نلاحظها خاملة، وأيضا الطيور التي يكون عندها ديدان نلاحظ أن الشهية تكون عندها ضعيفة. ففي خلالها فيجب التركيز على هذه النقاط ويجب معالجتها مباشرة. مثلا الطيور التي يكون عندها ديدان يجب أن نضع للطيور حبوب مضادة للديدان خلال مثلا 2 مرات في الشهر، أو خلال مرة، حتى تتحسن صحة الطيور وتبدأ بالتزاوج والإنتاج. وأيضا لا ننسى التغذية. سوء التغذية يسبب الأمراض، يعني إذا كانت الطيور عندها سوء تغذية فنلاحظ أنها تصاب بالأمراض بسبب ضعف المناعة عند الحمام. فيجب التغذية والعناية والتركيز على النقاط التي ذكرناها لكم في بداية المقطع. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.